متابع عادل كهرام، عادل يعود لكن الله على القوة، الله على القتالية، الكرة والصراع. يورنتي يحاول المتابعة الذاتية يا رباه، ما زالت يورنتي إلى كانوس ديفيز. الله على هدف الأول ضاع بعد التصدي من أبياتي. بوجبا يحاول بكرة لليوفنتوس. شوف الاندفاع البدني، شوف الصراع، شوف الكرة اللي قاتل عليها الديفيز. وصلت إلى بولي يحاول فيها الآن في نص الملعب، بيرسل كرة في مكان سليم إلى عادل كهرام. عادل بيرسل كرة بينيها، تأخذ هذه لعباته، هذه كراته. يا سلام يا سلام، متابعة، محاولة يا لعيب في الجهة اليمنى عرضية. يا الله يا الله، القمة تشتعل، مرتدة خطيرة. باتسيني هرب، باتسيني الكرة مع لاعب على لاعب، ممكن يعدي، ممكن يمر، تأخر فيها، لكن الآن المساندة. يا سلام، تعرف يا لعيب كاكا يا رباه، مستحيل لا تصدقوا هذه الفرصة. أي جنون في السانسيرو، أي حارس لليوفنتوس ومدافع يأتي مكان بوفون، ولقطة قد لا تأتي مرة أخرى يا ميلان. الله على بونوتشي، على بوفون، على كرة كانت من عادل سامدوريا في المباراة الماضية. الكرة بتتحول الآن، استلام الباتسيني، الكرة بتجلي، التصويبة تأتي من بولي. بعد ذلك الكرة إلى خارج الملعب، فرص قد يندمون عليها. ميلان يصل، ميلان يهدد، ميلان يجعل كونتي يشعر بالقلق في هذا الشوط. الكرة الماضية والفرصة بتعدي بعد ذلك إلى خارج الملعب. شايف اللقطة الماضية وشايف التصويبة، بيلعب الكرة في مكان الآن عن طريق لاعب مونتوليفو في الجهة اليسرى إلى ميلان. شوف الانتشار والتحرك وأداء ممتاز من لاعبي خط الوسط. الكرة من كاكا، مونتوليفو قوية يا رباه. بوفون يتصدى، العملاق السوبر بوفون ما زال يقف حائط الصد أمام كل محاولات ميلان. الكرة في اللقطة الماضية فيها إشارة على كاكا، وتصبح الكرة لدى اليوفنتوس، لكن صراع من كاكا، تسويبة من مونتوليفو. بوفون يتألق، أي شوط وأي فرص، أي شخصية تظهر لميلان أمام اليوفنتوس. ألم نقل قبل كل شيء وضعيته تتحول الآن عن طريق لاعب أندريا بيرلو. أندريا بيرلو يرسل كرة في نص الملعب في مكان، بيرسل كرة الآن ماركيزيو. كارلوس ديفيز استلم، يحاول لكن مقطوع بشكل ممتاز، مرتدة إلى عادل. عادل يمر من أي حد، ينطلق يا عيني يا عادل، بيلعب الكرة الآن إلى كاكا، إلى الأمير، تصويبة يا رباه، متابعة يا الله. إنهم يواجهون بوفون، وبوفون قادر على أن يتحمل كل ذلك. كاكا يصوب، بوفون يرد، بوفون يتصدى. تشعر أن المرمى ما هو إلا امتداد لذراعيه وقدميه، إنه يغطي كل شيء. الله على بوفون، كاكا يضرب، عادل يصنع، ميلان يضغط، اليوفنتوس عن طريق بوفون يصمد ويستمر في الصمود. الله على هذا الحارس الكبير، تملك حارس في 35 وما زال بهذه القوة بهذا الحضور وبهذا التركيز وبهذا التألق بعد الإنجازات والألقاب والسنوات التي حقق فيها جانلويجي بوفون الكثير والكثير. كرة بتتحول الآن، الكرة بتصل الآن راسية، متابعة وصلت الآن خطيرة. هنا الكرة، هنا البحث عن العرضية من ماركيزيو. ديفيز يا لعيب، عرضية يورنتي يا رب، لا شيء يخيفهم لكنهم يخيفون الجميع. لا شيء يخيفهم لكنهم يخيفون الجميع. يورنتي هكذا يصرح وهكذا يصادق على التصريح. 1-0 لليوفنتوس،
1-0 لأنه بوفون. المخرج فاهم يا يورنتي. 1-0 لأنه بوفون، لأنه بوفون. السيدة العجوز تتقدم. الله يا ماركيزيو، يا تيفيز، يا عرضية، يا لشتاينر، يا يورنتي. الله على الجملة الموسيقية، الله على السيمفونية، على المعزوفة. 1 2 3 4. يورنتي الكرة في المرمى. يورنتي يبدأ هذه القمة وهذا الكلاسيكو وهذا اللقاء الكبير. في نهاية هذا الشوط ميلان يؤدي، اليوفنتوس يتقدم عن طريق اللاعب يورنتي. الله يا يورنتي، الله على هذه القمة. 1-0. عادت الكرة من عادل تعراب في الجهة اليمنى، بيرسل كرة في مكان عن طريق اللاعب أباتي بيرسل كرة في مكان إلى بولي. الكرة عادت إلى عادل. كرة القدم ليست عادلة في الشوط الأول، لكن كاكا حاول يعدلها، حاول يسجلها. الدفاع أولا، بوفون دائما أولا وأخيرا. الله على هذا الشوط، شوط محترم. شوف النقلات، شوف التمريرات، شوف ماركيزيو لمسة تيفيز، لمسة معلم وهو ما يشوف واللاعب جاي من وراه، لمسة أستاذ، لمسة فنان، لمسة في المكان اللي يسمح للشتاينر بأن يتوغل ويخترق. يورنتي يقف. 1-0 تقدموا لأنه بوفون. الكرة بتعود الآن من جديد في نص الملعب، وصلت في الجهة اليسرى. ميلان يحاول، ميلان يندم على كمية الفرص الضائعة. الكرة العرضية، الكرة إلى خارج الملعب، ضربة مرمى. في نهاية هذا الشوط الآن صافرة حكم المباراة تعلن عن انطلاقة ضربة البداية لشوط المباراة الثاني في قمة إيطاليا والسوبر الكبار ما بين سيدها محليا ومشرفها أوروبيا، بين من يمر بأزمة ومن يتصدر القمة، بين قمة النجوم والتاريخ والألقاب. شوط ثاني نتمنى بأن يكون استمرار فريق اليوفنتوس، لكنهم يتقدمون بهدف من كرة مثالية حقيقة ما بين لاعبي اليوفنتوس. عادل رأسية، يا الله، باتسيني يرتقي. بوفون مرة أخرى، بوفون مرة ستيفنز بحاول. يا سلام، ماركيزيو خذ له كرة ومحاولة الآن إلى كارلوس تيفيز، وقف عليها، سيطر عليها إلى أساموا. تعود في اللقطة الماضية، يلحق بالكرة أندريا بيرلو. تيفيز خطير، تيفيز خطير، يا رب. لم يعرف في طفولته غير الرعب، لا تنتظر منه غير ذلك، غير ذلك. هو المرعب بهدف مرعب لفريق مرعب، لفريق يقدم كل شيء في الكالتشو الإيطالي. تيفيز يرعب المدافعين والحراس، يخترق الشباك، يكسر العارضة، يحتفل بقميص اليوفنتوس. كان قادما إلى ميلان لكنه اليوم قادم عليهم. كان قريبا من ميلان لكنه اليوم قادم عليهم. أي تصويبة، أي قذيفة، أي صاروخ، أي رعب، أي تيفيز، أي سيد عجوز، أي يوفنتوس. يا رباه، كيف انفجر كارلوس تيفيز. يا الله على كرة تحرك جماهير السيد العجوز هنا في السان سيرو. في سن صغيرة تتمنى جماهير ميلان أن يحدث ذلك الآن مع سيدور. فالكرة من أباتي، إيمان ويلسون قوية، مستحيل يا بوفون. الله على هذا الحارس الكبير. تعود الكرة الآن من جديد. كارلوس تيفيز تبغي تسجل على اليوفنتوس، اتفاهم مع بوفون. تبغي تسجل على اليوفي، تفاهم مع بوفون. مشكلتك ما هي مع الدفاع، ما هي مع خط الوسط، مشكلتك حتى يمكن ما هي في هجومك. انت تفاهم بس مع بوفون، شوف له حل. الله يا بوفون.
يشارك مدرب أنطونيو كونتي، والآن تصويبه. يا الله، هذا بوجبا أكيد ما في غيره. أوه لا والله بيرلو، لا والله يا أندريا بيرلو كاد أن يكرر ما فعل. يا سلام يا سلام على عارضة بيرلو، كاد أن يفعل ما فعل في هذه القذيفة اليوم. الكرة بتتحول الآن عن طريق اللاعب ريكاردو كاكا، بيرسل كرة لكن بول بوجبا خطفها لعيب. بول بوجبا راح، بول بوجبا تصويبه. يا رب، يا ما بوجبا تشوف، يا ما بوجبا تشوف. الله على التصويبة، على كرم، على ضربات اليوفنتوس، على هذا السلاح. شوف القدم، شوف الصاروخ، شوف الحل الفردي. هذه تعود الكرة إلى باتسيني، باتسيني يحاول المرور إلى هوندا. الكرة بتصل في الجهة اليمنى بحثا عن هدف على الأقل. العارضة أم بوفون، كلاهما واحد. العارضة أم بوفون، كلاهما واحد. الله على حظ لا يقف معك يا ميلان في فترة يحتاجون لكل شيء أن يقف معهم، لكنه يتخلى عنهم. العارضة مع بوفون بكل تأكيد. الكرة بتتحول الآن في الجهة اليسرى. هوندا استلم، هوندا تقدم. الكرة ما زالت وصلت إلى روبينيو، فيها كرة عرضية لكن كاسيريس يتحمل الآلام. هنا الكرة، هنا المهارة، هنا أندريا بيرلو وقطع الطريق. بارزالي مرتدة سريعة تصل في نص الملعب. الكرة مقطوعة، عادت من جديد الكرة العالية لكنها مقطوعة. ديونغ، ايمان ويلسون في الجهة اليسرى. ميلان يعود للضغط والفرصة مستمرة والكرة مقطوعة، والسافرة تأتي لتنهي قمة إيطاليا.